في هذا الدين أن الأخلاق الفاضلة والأخلاق السيئة تعرف بداهة بالفطرة. لهذا تسمية المعروف معروفا شيء مدهش، أي أن الفطر السليمة تدركه بفطرتها، وأن المنكر تنكره الفطر السليمة. سمي المعروف معروفا والمنكر منكرا. ومرة عين إمام في لندن ثم نقل إلى مانشستر، اضطر أن يركب المركبة كل يوم مع السائق نفسه. في مرة أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له السائق التتمة، عدها فإذا هي تزيد 20 بنس عما يستحق. هو إمام مسجد، قال لا بد من رد الزيادة. لما جلس واستراح على المقعد الوسير في المركبة قال إنها شركة عملاقة وإن دخلها فلكي والمبلغ يسير ولا قيمة له، فلا علي أن آخذه. هكذا فكر. أما حينما أراد أن ينزل دون أن يشعر مد يده إلى جيبه، أعطى السائق 20 بنس. تبسم السائق، قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلى. قال والله حدثت نفسي أن أزورك قبل يومين لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. وقع هذا الإمام مغشيا عليه، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال يا رب، كدت أبيع الإسلام كله ل20 بنسا. سبب تخلف المسلمين أنهم باعوا دينهم بتصريح كاذب، بغش، بمبلغ من المال أغراهم فعصوا ربهم. لذلك العبادة التعاملية هي الأصل، ولن تصح العبادة الشعائرية ونحن في شهر الصيام إلا إذا صحت العبادة التعاملية.